واش الجراد اليوم غنهضروا على مباراة الفتح والرجاء. المباراة كارثية، لا روح لا قتالية من طرف اللاعبين مقارنة مع مباراة ديربي، وهذا الشيء كيأكد على أن كاينه شي حاجة في الكواليس اللي خلات الفريق بدون روح أو أنهم يستهزئون. هادشي كامل غنتعرفوا عليه في هذا الفيديو. قبل ما نبداو خليو لي شي متابعة وما تنساوش ديك اللايك، والرأي ديالكم كيهمني في التعاليق. نتلاقاو مورا الانترو. صورة جميلة جدا، كل الهلال بعد أن أسعد كل الأجيال. ليلة من ألف ليلة وليلة للكرة المغربية. الساعة توشير إلى 10 ليلا في أمسية رمضانية ضد الفتح الرباطي اللي لعب بواحد الخطة محكمة ودفاع أقل ما نقولوا عليه بواحد ضغط فيه ضغط الدم. بالمقابل فريق كامل مرعون بدون روح قتالية، تشكيلة غير مفهومة من غير لا بغينا نقولوا أن المدرب كيفكر في كأس العرش. الوردي رسمي حتى هو أقل من نقولوا عليه مشلل وكروسة. هداك حشومة يرجع الراجع عايب والله. واحد خوابينا في ماتش كأس العرش ومشى للبرتغال ولكن فشلات الصفقة، ومن بعد مشى للزمالك معطاش. جايبو هنا كيسحاب لك الراجا مدرسة كتعاود تبني الموتى. مطالب الجماهير كانت واضحة، الانتدابات لسد الخصاص ماشي يجي يتخلص من ظهر الراجا في المقابل ما كيقدم حتى دور. نرجعوا للمقابلة الكارثية، لاعبين حاضرين بالجسد والقتالية غايبة عليهم. انا زنيتي تائه، كوفرة بقى غا كيشوف فيها، انا ما فهمت والو. وعلى ذكر الحارس مرمى الفتح تبارك الله عليه، ما يمكنش داك الولد، هذه هي الصفقة تاع المستقبل. ودابا غندوزو عند الدفاع. الجهة اليسرى كان فيها واحد الشارع طول من شارع الحسن الثاني، دوز فيها ب100 كيلومتر في الساعة. شوفوا اللقطة اللي جا فيها البيت الأول، تمريرات عشوائية، خط وسط الفتح كيقطع الكرة. شوفوا كيفاش خرجوا الكرة، جاهم خطأ 11 واحد ديال الرجاء اللور. وشوفوا لاعبين الكرة في خط وسط الرجاء بدون ردة فعل، فقط تحركات خفيفة. دفاع أقل ما نقدروا نقولوا عليه كارثي، من خط الوسط حتى واحد ما قدر يقطع 2 دقائق وهما شادين الكرة. البداوي طاح غير راسو، لاعب الفتح داخل 3 غاديين معاه بلا ردة فعل أو تدخل. اللاعب الثاني حر راسو في الجهة اليسرى، حط عرضية انا حضرها برجلو. مروان العز وقفها بصدرو وضربها برجلو قبل ما تنزل، كل شي كيتفرج. الهدف الثاني تمريرات عشوائية، الكرة غادا عند الوردي، جا لاعب الفتح من موراه سبقو ضربو وعطاه الكفرة تاع البيت. الهدف الثالث نفس الجهة اليسرى، الكرة من خط الدفاع ديال الفتح، نانا غادي كيجري غير راسو، مررها بكل سهولة. السلامة ثاني مروان العز من وسط 3 بدون ردة فعل وضربها بكل ثقة في النفس. أخطاء دفاعية ما نقدروش نقولوا على أخطاء دفاعية، ولكن بدون روح. الوسط كرات عشوائية، حافظي أنا والله ما عرفت لاعب حتى الشوط الثاني كرة واحدة حطها. أنا اللي كيبقى فيا هو الجمهور كيدافع وكيتحارب مع إصابات وكيحط فلوس وكيدعم ليل ونهار حبا في النادي، وفي المقابل ما كيلقاش ردة الفعل. إلا كاينه شي حاجة في الكواليس راه فعلا كاينه. مور المهزلة التحكيمية ديال الديربي، سيدهم الرئيس ما دار حتى ردة فعل، والندوة الصحفية اللي كانت خاصة تكون مباشرة بلا حتى تشاور دغيا باطح لهم، ولا اساسا هو من باطح وما دارهاش. وطلب منه المدرب يحضر للتدريب من اجل تحفيز اللاعبين، اكتفى باستدعاء لاعبين من الفريق وقال لهم حاليا ما عنديش باش نخلص المنح ديالكم، وهما مشاو خبروا الزملاء ديالهم في الفريق. انباء الان على ان المنخرطين قرروا يعينوا زيات رئيس سابق او الناجح مع الرجاء. السيد ما لقاش الدعم اللي كنديرو دابا مع الهدراوي، وجبنا معاه البطوله وكاس كاف وكاس السوبر الافريقي نصف نهائي العصبه، ولكن حنا كنا طاغين عليه. كنا كنطالبوا بانتدابات في ديك الساعه اللي كانت كورونا وعدم حضور الجماهير والازمه الخانقه اللي الاسباب الضغط خلاته يستقل، وهذه تاكيدا لاننا اعداء لانفسنا. وموراها دينا كاس العرب للقيمه ديالو 10 المليار، والمالك عطانا 2 ديال المليار، وكنا دينا كاس الكاف 2 ديال المليار، المجموع 14 مليار اللي فين مشات وفين غبرات. وحنا مازال كنسمعوا مصطلح ازمه. مال هاد الراجل كيتسالوها 400 مليار، كنا كنسمعوا 20 14 مليار فين مشات. في المحاسبه راه الجمهور من هذا المصطلح ديال الازمه، لان اي رئيس كيدير به السبه. وصلنا لنهايه الفيديو، اللي عنده شي راي يخليه ليا في التعاليق نناقشوه. ما تنساش تخلي لي ديك لايك وشي متابعه باش نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.